الصحة والفلوس أكثر جوج حوايج تقلب عليهم بنادم حاليا، وطبعا عندهم واحد الدور وواحد الأهمية قصوى في الحياة ديال الفرد. ما نكرناش هاد المسألة هادي، ولكن أيضا كاين واحد الجانب اللي كيتم الإغفال ديالو من طرف العديد من الناس. هاد الجانب اللي هو الجانب الروحي، يعني بطريقة أخرى العلاقة ديالك مع الخالق ديالك، علاقتك مع الله تبارك وتعالى. هذا هو الموضوع ديال هذا الفيديو هذا إن شاء الله، بحيث أننا غادي نناقشوا العلاقة اللي كتربط ما بين الإنسان والخالق ديالو، وغادي نعرفوا كيفاش يمكن لهاد العلاقة المستقرة هذه اللي كتكون ما بين العبد والله تعالى أنها تجعل هاد العبد الضعيف يحصل على السلام النفسي والسكينة والهدوء في حياته. وكيف ديما لمعرفة مزيد من التفاصيل فما عليك غير تكمل الفيديو حتى الآخر. بسم الله نبداو. العلاقة ما بين العبد والله تعالى كتعتبر أهم علاقة في حياة الإنسان السوي، وهي الأساس إما ديال سعادة الإنسان أو الشقاء ديالو في هذه الحياة هذه، وفي الدار الآخرة واللي هي أهم حاجة. فإذا كانت هذه العلاقة هذه مستقرة فكن على يقين عزيزي المشاهد أنك غادي تعيش مرتاح في هذه الحياة هذه، وغادي تكون مرتاح حتى في الآخرة، بحيث أنك غادي تكون من الناجين. أما في حالة كانت العلاقة مضطربة فكن على يقين أنك غادي تعيش معذب نفسيا ولو امتلكت ما بين السماوات والأرض، وغدا يوم القيامة غادي تكون من الخاسرين، مصداقا لقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سورة طه الآية 124. وكدليل ملموس على هذا الشيء اللي قلت عاد دابا كنلقاو الملاحدة والمنكرين اللي كينكروا أن هذا الكون هذا خالق ديالو. فهاد الناس هادو كتلقاهم عايشين واحد العذاب وواحد الصراع نفسي، وحاسين بالخواء ولا معنى ولا جدوى من هاد الحياة هذه ككل. تيبقاو تيقولوا مع راسهم دابا حنا نبقاو عايشين 90 عام ولا ما نعرفش، وعاجلسين تنخدموا ونوض في الصباح بكري ونحماق حتى غادي نموت ونمشي للعدم. اللهم احسن لي يلا نطلع لشي سطح ونضرب شي تنقيزه وانا ناضي، لاش عليا بهاد العذاب هذا. فهذا علاش كنلقاو المصير ديال واحد العدد كبير من هاد الناس هادو هو الانتحار، الا من رحم ربي والناس اللي كيعتقوا راسهم في التالي وكيرجعوا للطريق المستقيم. علاش هادشي هذا كامل؟ حيت ببساطه هادو واحد الناس اللي فقدوا الجوهر ديال الحياه ومعاه فقدوا حتى عقولهم. فخاصنا عزيزي المشاهد اننا نحمد الله حيت ما جعلناش من هاد القوم هادو. والعلاقه السويه ما بين العبد والخالق ديالو عندها بزاف ديال الايجابيات، فحال السعاده والطمانينه النفسيه والرضا، بحيث ان الفرد كيكون كيحس بالله راه محمي ومرعي من طرف من هو رحم منه من با ومن مو اللي ولدوه، وكيكون كيستشعر الوجود ديال الله تعالى في كل بلاصه وفي كل خطوه كيخطوها، وبالتالي تكون راضي ومرتاح وسعيد ولو حدث ما حدث. ايضا كنلقاو التوفيق والسداد في شتى مناحي الحياه، بحيث ان الفرد اللي تكون قريب من الله تعالى فالله تعالى ما كيتخلاش عليه وكيعاونو وكيوفقه في اي حاجه حط عليها يديه. بالاضافه لاهم حاجه واللي هي النجاه غدا يوم القيامه، بحيث ان الانسان اللي تكون مؤمن بالله ومتقي الله فطبعا يوم القيامه غادي ينجى من جهنم وغادي يكون المصير ديالو اللي هو الجنه. اما فيما يخص الابتعاد عن الله فراه عنده بزاف ديال الاضرار اللي في شكل وغادي يكرهوك في الحياه كامله، فحال الاحساس المستمر بالضياع، بحيث ان اي واحد مبعد على الله تعالى كتلقاه غير عايش بلا هدف في هذه الحياه هذه. وكيف ما قلت في البدايه ديال هذا الفيديو فالاغلبيه ديال هادو كتسالي بهم في التالي بالانتحار. زيد على ذلك الانحراف، فكل شخص مبعد على الله تكون عايش بواحد الشكل اللي غامزي، تكون متبع غير الغامزه ديالو والشهوات ديالو، وما اللي كيخليهم يكونطروليو ليه حياته، بحيث ان الغامزه ديالو والشهوه ديالو هي اللي كتحكم ليه في حياته عوض العقل ديالو. فهاد النوع هذا كتلقاه كيدير جميع انواع الاشياء اللي منحرفه وغير طبيعيه. طبعا انا ما كنهضرش على المخدرات ولا شي حاجه اللي بحال هكا، حنا دابا نهضروا على القاصح بحال الانحرافات الجنسيه اللي ولينا كنلاحظوها في المجتمعات، لا سواء ديالنا العربيه لا سواء المجتمعات الاجنبيه. وخير مثال على هذه القضيه هذه اللي قلت هو هذا الحرب على الفطره اللي ولينا كنشوفوا، بحيث ان دابا الفطره اللي تخلقنا عليها غنيض عليها حرب، وحرب كبيره بزاف وغيرها من الكوارث اللي كيوقع فيها بنادم. بالاضافه لهذا الشيء هذا كامل كنلقاو الاضطرابات النفسيه بحال الاكتئاب وغيرها. بل والاسوأ من هذا الشيء هذا كامل هو خساره الاخره، يعني بنادم ما غادي يعيش هنا مرتاح ما غادي يعيش لهيه مرتاح، غيتخاسر هنا وهنا ومكحلا في كلتا الجهتين.
ودابا من بعد ما عرفنا هادشي هذا كامل، يقدر ينوض شي واحد فيكم ويتساءل مع راسو ويقول كيفاش نقدر نصلح العلاقة ديالي مع الله، وكيفاش نقدر نتقرب منه؟ ببساطة أول نصيحة نقدر نقدمها لراسي وليك ولأي واحد واللي هي الصلاة ثم الصلاة. نوض بداها من دابا، إلا ما كنتيش كتصلي وإلا كنتي كتصلي حاول تلتزم بها أكثر، حيت ببساطة الصلاة هي العماد ديال الدين كامل كيف ما كنعرفو كاملين وكيف ما جا في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. بالإضافة لأنها هي الوسيلة اللي من خلالها كنتواصلوا مع الله تعالى وكنطلبوا منه داكشي اللي باغيين. دابا مثلا فاش كتبغي تهضر مع شي حد وليكن على سبيل المثال صاحبك، فكتخدم التليفون، نفس الحاجة هنايا، غير الفرق هو أنك كتخدم الصلاة في بلاصة التليفون، وبجوج هما الأدوات ديال التواصل، ولكن الصلاة هي وسيلة ديال التواصل ديالك مع الخالق ديالك. اما التليفون كتواصل به مع بنادم في حالك، التليفون انا خدمته كما جات باش نوصل لك الفكره. فالصلاة واحد الحاجه اللي مهمه وهي الوسيله ديالك كيف ما قلت باش تتواصل مع الخالق ديالك اللي هو الله تعالى. ثاني نصيحه واللي هي القران الكريم، بدا تقرا القران. تيقني يا اخي ولا اختي بلي راك فاش كتكون شاد كتاب الله في يدك وكتقرا فيه فراك كتحس بلي كل كلمه وكل حرف موجه لك انت، بالاضافه للراحه والسكينه اللي غادي تحس بهم وما غادي تقرا. سير جرب من دابا ولا المهم شوف شي وقيته وجرب فيه ورد عليا الخبر، والله حتى تلاحظ واحد الفرق كبير، حتى الروح ديالك غادي تكون جيعانه وانت غادي بحال غادي توكل الروح ديالك. ثالث نصيحه واللي هي دير عليا ما قديتي من الافعال الخيره وطيع الله تعالى. والنصيحه الرابعه هي طلب من الله انه يعاونك باش تقرب ليه وباش تولي من المقربين. كل حاجه في هذه الحياه هذه خصنا نطلبوا عليها الله باش يعاوننا فيها، فغير سير طلب الله باش انه يوفقك باش انك تنجح في هذه الخطوه هذه وتقرب منه. هذه حتى هي حاجه مهمه وخاصك ديرها. تيقني الا طبقتي هاد النصائح هادو والله حتى تلاحظ واحد الفرق كبير في حياتك، وغادي تلاحظ واحد الفرق حتى في المؤشر ديال السعاده والسكينه والراحه النفسيه اللي كنتي كتحس بهم واللي غادي تولي كتحس بهم ما تطبق هادشي هذا. طبعا كاين نصائح واحده اخرى انا اقتصرت على هاد 4 هادو حيت هما اللي جاوني مهمين. وفي الختام بغيت نقول باللي راه هذه هي اهم علاقه عند الانسان في هذه الحياه هذه، وخاصو يحرص باش يحافظ عليها كيف ما كانت ثمن، حيت فيها كتجلى اما السعاده ديال الفرد والنجاة ديالو او التعاسه ديالو والخسران المبين ديالو. انت اللي لك الاختيار فاختار شنو بغيتي. لحد لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم وزاد لكم ولو شي معلومه بسيطه. هذا ما كان الاخوان، لعلي كما قلت فتكم بشي حاجه بسيطه، ودمتم سالمين.